من 35 سنة محمد اتولد ومعاه أخوه التوأم أحمد، وأبوهم خدهم وراحوا على السودان وقعدوا هناك سنين. وبالرغم إن أخوه التوأم مات بعد سنتين إلا إنه بيظهر له في كل حتة ومش عارف يتخلص منه. الحكاية بدأت لما أبوهم أول مرة أخدهم مع السودان كتبهم على الباسبور إن هو معاه ولدين توأم محمد وأحمد، ولما مات ابنه أحمد طلع له تصريح الدفن في السودان ودفنوه، والأب ما كملش الإجراءات ما طلعش لابنه شهادة وفاة. ولما جه يرجع مصر بتصريح الدفن اللي معاه ثبت في الباسبور ان هو راجع بطفل واحد لوفاة الطفل اللي هو التوأم، وما ثبتش في الخارجية ان ابنه مات ضمن وفيات الخارج، وده اجراء ضروري لابد يتعمل. ولما محمد انضرب في الجيش خد تصريح الدفن وقدمه اثبت ان هو وحيد وان ابوه توفى في الغربة. الجيش اخد منه تصريح الدفن واداله اعفاء مؤقتة عشان ابوه ما وصلش سن 60، وبعد سنين ابوه بلغ 60 وهو راح يجيب اعفاء دايمة. قالوا له فين اللي ما يثبت ان اخوك توفى؟ وهو معهوش اي حاجة تثبت وفاة اخوه غير الباسبور اللي فيه تأشيرة ان هو رجع اخ واحد عشان اخوه التاني توفى. ولما طلع القيد العائلي طلع ان اخوه موجود فيه، يحلف لهم ان اخويا توفى في السودان وقاد التأشيرة في الباسبور، يقولوا لا عايزين شهادة وفاة. طب يجيب شهادة وفاة منين اذا كان تصريح الدفن اصلا اتاخد منه في الجيش وهو مش عارف يوصل معاهم لأي حل؟ والغرض من الحكاية بنقول لكل أب ابنك اتولد وليه شهادة ميلاد، لا قدر الله لو حصل له أي حاجة لازم يطلع له شهادة وفاة عشان تحمي ولاده من المشكلة اللي حصلت لمحمد اللي ملوش أي ذنب فيها. عشان محمد كل ما قدم في شغلانة بيطلب منه أوراق، وطبعا من ضمنها شهادة الجيش، واللي معاه مؤقتة لازم يطلع الدايمة ومش عارف يعمل إيه. وهنا محمد رفع إيده للسما ونجا ربنا إن رئيس الدولة يتدخل لحل مشكلته. ولو دي أول مرة تشوف القناة عليك تشترك فيها وتعمل لايك للفيديو وتخش على فيديوهات القناة، أكيد حاجات كتير هتعجبك. سلام.